استعباط مدراء الاستثمار. جولدمان ساكس نزلت لك البيتكوين احسن اسد من بدايه السنه لليوم، ورايحه جايبين لك عشان تثبت لك النظريه تاعتهم، جايبين لك الشارب ريشيو يير تو ديت، يعني من بدايه السنه لليوم شو قيمه الشارب ريشيو؟ تحكي على 24 يوم، جايبين لك الشارب ريشيو ل 24 يوم. بتعرف عاملين زي شو؟ زي استاذ سوى كويز امتحان بسيط، وبالغلط اتيس طالب بالصف كان عنده الاجابه، راح قال لك هذا افهم واحد عندي. ولك يا زلمه انت عشان تقيم طالب بدك تشوفه في مختلف الظروف، في فول سايكل من عامه الدراسي، مش على امتحان صغير سؤال كويز ب5 دقائق بالحظ كانت عنده المعلومه جاوبها والاول على المدرسه بالصف وما عرف يجاوب. مش هيك الموضوع. وبنفس الطريقه بنقدر نحكي انه للاسف كثير من مدراء الاستثمار سواء بنيه جيده او بنيه سيئه بيستخدموا الشارب ريشيو بطريقه خاطئه لتبرير قرارات غبيه للغايه. يعني مثلا عرضنا صندوق على احد مدراء الاستثمار، الصندوق مسوي 26% السنه هاي، اللي قبله 12%، اللي قبله 22%. الشارب ريشيو له الييرلي شارب ريشيو 2.7 بس يحط على الجهه. راح قارنها مع صندوق تاني مسوي السنه هاي 32%، والسنه الماضيه حوالي 16%. يعني على في كلتا السنتين مسوي احسن منا بنسبه معينه. وقايل لك طلع الشارب ريشيو لاخر 12 شهر هني احسن منكم. طب يا اخي ليش ما طلعت لاخر 3 سنين؟ اشمعنى طلعت على اخر سنتين؟ ليش بتطلع على اخر سنتين فقط؟ يعني انت زي استاذ بتطلع على طالب وبقول انت سويت الامتحان هذا كويس والامتحان اللي قبله كويس اذا انت احسن طالب بالمدرسه. طب الامتحان اللي قبله واللي قبله مدى ثبات الطالب انه يعطي اداء جيد خلال العام الدراسي؟ ليش ما طلعت على الامور هاي قبل لا تيجي تقيم الطالب وتقول هذا افضل من هذا؟ فللاسف احيانا يستخدم اساليب علميه للترويج لافكار سيئه، او يعني طريقه تطبيقها سيئه. ومش بس اشخاص عاديين بيقوموا بهالموضوع، كمان مؤسسات ماليه كبيره زي جولدمان ساكس تستخدم الاسلوب هذا لمحاوله ترويج افكار صناديق معينه، افكار معينه بيحاولوا انهم يبرزوها انها هي افضل من ناحيه العائد مقارنه مع المخاطره، وبيستخدموا معايير. هالمعايير لازم تطبق على فترات زمنيه ذات معنى. والله يعطيك الف عافيه. استثمار بطريقه حرفيه تواصل معنا على فاد انفست، رح تلاقي تليفوني هناك 0096278696395. بنتعاون احنا مع كبريات البنوك العالميه، احسن من 20 بنك بالعالم، وبنتعاون مع بعض الفاينانشال ادفايزرز المرخصين بسويسرا وببريطانيا. طبعا هاي افضل اماكن تتعامل فيها لانه القانون هناك بيحميك بشكل ممتاز، والفاينانشال ادفايزر بيقدر يضغط على البنوك اساس تخفض لك الفيز، بالاضافه انه بيقدر يضغط انه يحصل على احسن منتج، وهو مفروض عليه بايلو انه يدور على افضل مصلحه للعميل، وباخذ اتعاب بسيطه جدا مقارنه بالخصومات اللي بيقدمها. فاذا حاب تتعامل بطريقه حرفيه سواء على مستوى المكاتب العائليه او اشخاص، يعني بتحكوا على $3 ملايين وطالع up to you can do billions، contact us فاد انفست، وان شاء الله رح تجد ما يسرك.